يعني تسهل. مرحبا بك في محمد في هذا اللقاء. والله الحقيقة السؤال معناتها عويس، معناتها التجار نتاع البنزين يعني اللي نلقاهم في المدن ما همش هما الروس الكبار معناتها كما يقولوا. هذا مجرد مثال، هو اي هو مجرد مثال. الحقيقة هو انه القانون لا يميز بين من يوزع بالجملة او من يوزع بالتفصيل. الجميع مخالفون للقانون والجميع ينطبق عليهم نفس القانون، وبالتالي معناتها إذا كان نحبوا نردعوا التجارة الموازية وتوزيع البترول مثلا بصفة أخص، فمن نجده في الطريق يعاقب سواء كان الموزع الكبير أو الموزع الصغير. والحقيقة أنه دائما وابدا حتى هذا نشوفوه في الافلام، الموزع الصغير هو الذي يدلك على الموزع الكبير بالضبط، وبالتالي معناتها راهو ما تنجمش تصيب هو الصغير وتمشي تقاوم الكبير. يعني اعتقد انه معناتها يجب ان ينطبق هذا القانون في هذه الدولة. القانون لا يطبق في هذه الدولة لاسباب عدة. قد أجد تفسيرات لكن ما نلقاش مبررات، قد أجد تفسير في الفقر، قد أجد تفسير في بعض المشاكل الاجتماعية، لكن أعتقد أنه حان الوقت والناقوس دق في تطبيق القانون في هذا البلد الذي يعاني من الفوضى، الذي يعاني من التجارة الموازية التي فاقت في نسبتها في الناتج الوطني الخام، فاقت التجارة المنظمة. وبالتالي معناتها باش نقول كفانا أسئلة ولا كفانا إيجاد تفسير ولا لما هو مخالف للقانون. لكن السؤال الجوهري الذي يبقى قائما، متى سيتم تطبيق القانون؟ هذا كما قلت مربوط بالإرادة السياسية، مربوط كذلك هذا مرتبط بالإرادة السياسية، ما هوش مرتبط بحتى شيء. القانون موجود، صادق عليه مجلس نواب الشعب القوانين، مجلس النواب السابق ولا مجلس نواب الشعب الحالي. ما اعتقدش انهم يختلفوا زوز مجالس النيابيه القديمه ولا الجديده في ضروره مقاومه التهرب الجبائي ولا التهريب ولا غيره. ما نعتقدش ان الدستور التونسي اللي وقع سنه في 2014 يتحدث عن مقاومه التهرب الجبائي كمعناتها هدف من اهداف اي حكومه، وبالتالي ما نعتقدش انه نختلفوا في هذا. اراده سياسيه وينطبق القانون. سؤال اخير، انت كخبير في الجبايه يعني ما هي رؤيتك للمستقبل في هذا المجال؟ الحقيقة هي مسألة مقاومة التهريب ما هيش مرتبطة بالجباية فقط، هي مرتبطة بعديد المجالات. يلزم إعادة تنظيم بعض المهن في تونس، يلزم معناتها نقوموا بنسم قوانين ليبرالية، وهذا ما تفرض علينا حتى المؤسسات الدولية دون تبعية. معناتها يلزمنا نمشيو في الليبراليزم. بدينا نخطو خطوة في هذا النحو، خفضنا من المعاليم الديوانية ل 20% من أجل أنه السلع تدخل عبر الأبواب مش عبر النوافذ. زاد كيف اليوم مشروع قانون المالية لسنة 2017 يحفز من يمارس التجارة الموازية أنه يدخل المنظومة القانونية من خلال دفع معناتها مبلغ معين وإيداع تصريح بالوجود، معناتها تقول احنا يحل باتيمدا. هذوما كل إجراءات تحفيزية. نعتقد أن الحكومة ساعية وراء هذا، لكن ثم زاد كيف ثم ناس أخرين كي تخزر القوانين هذه تقول مشكل خاطر قاعدين نجازيو في الناس اللي هما قاعدين يتهربوا. ثم شكون يظن أنه لو فات أنك تقول له باش تدفع 500 دينار وعفى الله وعما سلف، هذايا اون بريم لا فرود، معناتها وقت اللي واحد يبدا متهرب قاعد تزيد وانت. يعني هناك بعض التشنجات. أعتقد أن الحكومة في وضع لا تحصل عليه. الإرادة، أنا أعتقد أنه لو نكتفي بما هو موجود في القوانين ونطبقه سوف نحسن المنظومة الاقتصادية والجبائية في تونس. بارك الله فيك. شكرا.